سلسلة مقتطفات بعنوان الثقة بالله. يأوي ويلجأ إلى الله عز وجل، إلى الله القوي، إلى الله الملك، إلى الله العظيم، إلى الركن الركين الذي إن شاء أغنى الفقير وأفقر الغني وقوى الضعيف وأضعف القوي وأذل العزيز وأعز الذليل. لا ينازعه أحد في سلطانه، لا ينازعه أحد في سلطانه سبحانه سبحانه. فالمؤمن يا عباد الله عند حلول المصائب والنكبات والأزمات ينبغي أن يثق بربه، ينبغي أن يثق بالله عز وجل، أن يثق بالله. فالثقة بالله عز وجل يا عباد الله، الثقة بالله، الثقة بالله عز وجل ثمرة عظيمة يانعة من ثمرات الإيمان. الثقة بالله، الثقة بالله يا عبد الله هي أن تعلق قلبك بربك. الثقة بالله يا عبد الله في وقت الأزمات والنكبات أن تعلق قلبك بالله وحده في تحصيل ما ينفعك ودفع ما يضرك، وأن تقطع تعلقك بغيره من المخلوقين الذين لا يملكون لك بل ولا لأنفسهم ضرا ولا نفعا.